بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله. معالي الوزير، عين الحكمة أن نحتاط، وكمال العقل أن نخطط وأن نستشرف. وهناك نظرية في التخطيط تعرف بسووت أناليسيس. نظرية سووت أناليسيس تتكلم عن الأس سترينث نقاط القوة، دبليو ويكنسز نقاط الضعف، الأو اوبورتونيتيز، والتي ثريتس اللي هي التهديدات أو المخاطر. اسمح لي أنا أقول بأن التعبئة هي مجال لاكتشاف الفرص، لأنه في كل أزمة توجد فرص. لا ينبغي فقط أن نفكر في الإدارة بالأزمة، بل ينبغي أن ننتقل إلى إدارة الأزمة دون إرباك. لابد أن يكون خطابنا يا قادة الوطن دون تهويل ولا تهوين، دون تهييج ولا تهريج، دون تخوين ولا تخويف. السيد الوزير، توافقني وأنت سيد العارفين أن القاعدة تقول: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقاتها. أعيد مرة ثانية: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقاتها. كلنا ثقة واطمئنان في جيشنا الوطني الشعبي، ولكن الوعي قبل شجاعة الشجعان هو أولا، وهي في المقام الثاني. العاقل ما يطفيش النار باليسونس ولا يقرع طبول الحرب. جيشنا الوطني نربأ به أن يكون في أي ساحة من ساحات النزال احتياطا، وإن كان ولا بد فالحرب تفرض ولا نختارها. السيد الوزير المحترم، رجل واحد يحمل 1000 سيف لا يغني ولا يجزئ عن 1000 فارس يفترض على كل واحد منهم أن يحمل سيفا. ما لازمش نحطوكم في فم السبع، وما لازمش نخليكم تقابلوا وحدكم. نحن في حركة مجتمع السلم في هذا المشروع لا أقول لك السيد الوزير أنت وأنا، بل أقول أنت أنا ولا مكان للواو بيننا. نحن جسد واحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما عندنا حتى إشكال في قانون التعبئة، نحن معه ندعمه، ولكن كيف نعبئ